كفتة الفراخ من أسهل وألذ الأكلات اللي بعملها لما بكون مستعجلة. مش بتاخد وقت خالص وبتكون لذيذة قوي. عشان تكون طرية بستخدم الوراك مع الصدور، بفرمهم كويس مع بعض لما تبقى ناعمة. بضيف ليها ليا أو ممكن تضيفي دهن بتلو، بتكون قوامها زي كده. بعد كده بفرم الخضار، البصل والفلفل والثوم، وبضيف عليه كمان بقدونس. لو حسيتوا ان الخضار بتاعكم بعد لما يتفرم في مية، من الأحسن ان احنا نصفيهم، لكن لو ميتهم قليلة مش بصفيهم. بضيف الفراخ للخضار، وبعدين بضيف التوابل: بابريكا وجنزبيل، فلفل اسود و7 بهارات، وبودرة بصل وكركم وزعتر وبقدونس وبودرة ثوم. وبعمل بقى خطوة كده بيديها طعم حلو قوي، بضيف نعناع مجفف، بعجنهم كويس مع بعض. وبعد كده بضيف طبعا الملح، وبضيف كمان بيكنج باودر. بعمل طبق فيه زيت وكاتشب او صلصة وعليهم ورشستر صوص، بشكل بيهم الكفتة بالشكل ده. بعد كده بحطهم في صينية تيفال او في صينية عادية بس تكون مدهونة مادة دهنية. بتدخل فرن على درجة حرارة 200، بتاخد من 20 ل25 دقيقة، وطبعا بنقلبها طول الوقت. المكونات كلها تلاقوها تحت الفيديو.